السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى خاص بحبايبنا طلاب الأزهر، هنتكلم فيه عن كل ما يخص الثانوية الأزهرية من الألف للياء. أول حاجة هنتكلم عنها وهي تقسيمة المواد. احنا عندنا في الثانوية الأزهرية 3 أنواع من المواد. رقم واحد المواد الشرعية، ودي بيبقى عليها 210 درجة أو 32.3% من المجموع. رقم 2 المواد العربية، ودي بيبقى عليها 160 درجة أو 24.6% من المجموع. رقم 3 المواد العلمية، ودي بيبقى عليها 280 درجة من المجموع، يعني 43% تقريبا. أول حاجة هنتكلم عنها وهي المواد الشرعية. المواد الشرعية في الثانوية الأزهرية عبارة عن 4 مواد زائد القرآن. الأربع مواد دول اللي هم رقم واحد الفقه وعلم المواريث، رقم 2 التفسير، رقم 3 الحديث، رقم 4 التوحيد. أول حاجة هنتكلم عنها وهي الفقه. الفقه طبعا هي أكبر المواد الشرعية، وبيبقى عليها 40 درجة، 30 درجة على الفقه نفسه و10 درجات على المواريث. بالنسبة للفقه فأهم وصية فيه إنك تفهم قبل ما تحفظ. أنت عندك الفقه كله عبارة عن أحكام فقهية بنقابلها في حياتنا اليومية. هتلاقي باب بيتكلم عن الزواج، باب بيتكلم عن الطلاق، باب بيتكلم عن العدة، عن الحضانة، باب بيتكلم عن الحدود، باب بيتكلم عن الأسرة. هتلاقي مثلا باب بتاع الأضحية والعقيقة، باب بتاع الأيمان والنذور. فكلها حاجات متعلقة بحياتنا اليومية وبنقابلها في حياتنا اليومية. فالفقه مادة كبيرة جدا جدا، فعشان تعرف تحفظها كويس لازم تفهم قبل ما تحفظ، لأنك لو حفظت عمياني كده من غير ما تفهم أي حاجة هتتسوح ومش هتعرف تلم المادة. الجزء الثاني من الفقه هو المواريث. المواريث طبعا ما ينفعش حد يهملها تماما، يعني بيبقى عليها 10 درجات، يعني تقريبا ربع درجات الفقه بتبقى على المواريث. المواريث جزئين، الجزء الاول اللي هو المسائل، يعني بيجي لك تركه ويقول لك ازاي تقسمها، والجزء الثاني اللي هو النظري، وده بيبقى عليه 5 درجات وده بيبقى عليه 5 درجات. عندنا في الفقه هتلاقي المسائل اللي هي في الاول اللي هي المسائل المشهوره، ودي يعني تقريبا الامتحانات ما بتخرجش عنها تماما، اللي هو يجيب لك مثلا واحد مات وترك اب وابن وازاي توزع التركه وكل الكلام ده. في اخر المواريث بتلاقي احكام تقيله شويه، زي مثلا درس زي العول والحاجات دي. الحاجات دي يعني ما تهتمش بالمسائل بتاعتها قوي، اهم حاجه فيها النظر. طبعا لو عندك وقت اهتم واعمل اللي انت عايزه، ولكن انا بقول لك يعني الخلاصه. الملخص اللي هو في الفقه انك تفهم الحكم الفقهي كويس جدا قبل ما تحفظه عشان تعرف تلم الماده في الاخر. رقم 2 تهتم بالمواريث بالمسائل اللي في الاول، وتهتم بالنظر بتاعها كله. تاني مادة عندنا في المواد الشرعية وهي مادة التفسير. التفسير عندنا طبعا في القسم العلمي عبارة عن 4 صور، اللي هي سورة الذاريات وسورة الطور وسورة النجم وسورة القمر. طبعا التفسير بيتقسم لمعاني الكلمات والإعراب وتفسير الآيات. طبعا التفسير مادة جميلة جدا وسهلة جدا، ولكن حجمها كبير شوية، يعني تعتبر المادة الثانية الأكبر بعد الفقه، ولكن في النهاية هي مادة جميلة وسهلة وكلام ربنا ميسر يعني. رقم 3 مادة الحديث. مادة الحديث في القسم العلمي عبارة عن 21 حديث. ال 21 حديث دول عليهم 50 درجة، 40 درجة تحريري و10 درجات شفوي. ال 10 درجات شفوي دول بيبقوا على الاحاديث المطلوب حفظها، وبيبقى في بعض الاحاديث تقريبا يعني بيبقوا من 5 ل 7 احاديث انا مش فاكرهم قوي. المهم الاحاديث دي بيبقى مطلوب حفظها، المتن بتاع الحديث ذات نفسه بيبقى مطلوب حفظه، فهتحفظهم طبعا بالمعاني بالكلمات بكل حاجه، لانه بيبقى عليهم 10 درجات. رقم 4 ماده التوحيد. التوحيد تعتبر اسهل والذ ماده في الثانويه الازهريه كلها، ماده جميله جدا ممكن تخلصها يعني في 3 4 ايام. ولكن ارخم حاجه في ماده الحديث واللي هتلخبطك كتير واللي بيركزوا عليها كتير في الامتحانات هي اراء العلماء. اي درس هتخش فيه هتلاقي الاشاعره لهم راي، الماتريديه لهم راي، المعتزله لهم راي، وفي فرق تانية كتيره جدا انا مش فاكرها قوي. المهم لازم تهتم بالاراء دي كويس جدا، لان تقريبا يعني معظم اسئله الامتحان بتبقى في اراء العلماء. اخر حاجه هنتكلم عنها في القسم الشرعي وهو القران الكريم. طبعا احنا المفروض يعني كثانويه ازهريه نكون حافظين القران كله. اما بالنسبه للناس اللي مش حافظه كويس فانا اقول لكم تعملوا ايه وتحصلوا على ال 40 درجه بتوع القران. طبعا القران بيبقى عباره عن 40 درجه، 30 درجه تحريري و10 درجات شفوي. نظام امتحان القران بيبقى عامل ازاي؟ بص، نظام امتحان القران قبل 2020 حاجه وبعد 2020 حاجه ثانيه. طبعا القران بيبقى 5 اسئله رئيسيه، كل سؤال بيبقى فيه نقطتين او 3. نظام الامتحان قبل 2020 كالاتي: كان بيبقى سؤالين منهم في البقره، وسؤال مراجعه في البقره والعمران، وسؤال طبعا في اوائل الصور، وسؤال في الصور القصيره. من اول 2020 ولحد دلوقتي ما عادش بيجيب العمران خالص. سنة 2020 و2021 جاب لهم الامتحان كله من البقرة وأوائل الصور والصور القصيرة، ولكن في سنتنا اللي هي 2022 استجد السؤال اللي هو الاختياري. طب هل السؤال الاختياري ده صعب؟ بالعكس، ده سؤال سهل جدا، يعني لو انت قرأت القرآن بس قبل كده هتعرف تجاوبه وتقفله بإذن الله. النظام ده فضل ممتد من 2022 لحد الآن أنا بكلمك أهو في 2025. يعني انت دلوقتي طالب ثانويه ازهريه 2026، نظام امتحانك هيبقى ازاي؟ فانت امتحانك كله هيبقى من البقره واوائل الصور وسؤال الاختياري. قلنا سؤال الاختياري لو انت بس قرات القران قبل كده هتعرف تجاوب. فانت دلوقتي مطلوب منك تحفظ سوره البقره وتحفظ اول 3 ايات من كل سوره من القران الكريم.
طب بالنسبه للشفوي، الشفوي ما بيخرجش عن سوره البقره، حتى لو لقاك مش حافظ سوره البقره هيسالك في سوره قصيره، ما فيش حد بيقل في الشفوي عن 5 من 10 حتى لو مش حافظ حاجه خالص يعني. فالموضوع في القران سهل جدا، قلنا سوره البقره واول 3 ايات من كل سوره من القران. انت دلوقتي عندك سوره البقره عباره عن جزئين وثلاث ارباع وصفحه في الاخر، يعني تقريبا قول جزئين ونص، يعني اللي هم كام 20 ربع. انت لو خدت كل يومين ربع، يعني في اليوم صفحه او صفحه وربع، هتخلص البقره في خلال 40 يوم، وتراجعها تاني مثلا كل يوم ربع في خلال 20 يوم، يعني في خلال شهرين هتكون حافظ سوره البقره ومراجعها، وممكن تفضل تراجعها بقى لحد ايه اخر السنه. فزي ما قلت لك اهم حاجه سوره البقره واول 3 ايات من كل سوره، وبتهيألي الموضوع سهل جدا يعني. بكده نكون خلصنا كل الكلام عن المواد الشرعيه. وبنبه تاني يا جماعه ان المواد الشرعيه مهمه جدا جدا جدا، لو عايز تجيب مجموع كويس لازم تقفلها. المواد الشرعيه عليها 210 درجه من 650 درجه، يعني نسبه تقريبا 33%، يعني تلت المجموع عن المواد الشرعيه. وخصوصا كمان ان هي مواد سهل انك تقفلها، مواد ما صعبه مثلا زي الفيزياء والرياضه، لا مواد جميله جدا وسهله جدا، وكمان هتفيدنا في حياتنا اليوميه. فارجوك استوصي بالمواد الشرعيه خيرا. انا قسم عندنا من المواد وهي المواد العربيه. المواد العربيه طبعا زي ما قلنا عليها 160 درجه، يعني تقريبا 24.5% من المجموع. المواد العربيه عباره عن 4 مواد، كل ماده 40 درجه. الاربع مواد دول رقم 1 النحو، رقم 2 الصرف، رقم 3 الادب والنصوص، رقم 4 البلاغه. هنتكلم رقم 1 عن ماده النحو. منهج النحو في ثالثه ثانوي بصراحه هو اسهل منهج هتشوفه من اولى اعدادي. منهج النحو في ثالثه ثانوي انا فاكر عباره عن 4 ابواب كبار. رقم 1 اللي هو المنادى، رقم 2 اللي هو باب نصب الفعل المضارع، رقم 3 اسم الفعل المضارع، رقم 4 اللي هو العدد اللي هو التمييز وكم والحاجات دي. طبعا اهم حاجه في النحو انك تفهم كويس جدا قبل ما تحفظ، لان طبعا النحو عباره عن قواعد، ما ينفعش تصومه كده زي القران. طبعا مهم جدا انك تعرف امثله على كل قاعده عندك في النحو. وفي النهايه زي ما قلت لك هي ماده سهله جدا ومنهج جميل جدا وهتستمتع بيه ان شاء الله. ثاني ماده معانا وهي ماده الصرف. الحقيقه الصرف انا قبل ما ادخل الثانويه الازهريه كان في ناس بيقولوا على الصرف ده صعب جدا ومش عارف ايه. والله يعني انا شايف ان الصرف ده يعتبر اسهل ماده في المواد العربيه، ولكن الفكره في طريقه المذاكره. في اللي بيذاكروا بطريقه غلط فبيبقى اصعب ماده، وفي اللي بيذاكروا بطريقه صح فبيبقى اسهل ماده. اللي بيذاكروا بطريقه غلط بصراحه هو الناس اللي كانت بتذاكر من الكتاب الخارجي، سواء كتاب الامام او المرشد، ويقعدوا يحفظوه صم، يقعدوا يحفظوا كل مثال وكل بتاع. فالدنيا بتبقى صعبه جدا لان هو طويل شويه في مواضع كتيره جدا. فالصح انك تعمل ايه في الصرف؟ الصرف اولا انا ما كنتش بذاكر من كتاب خارجي خالص، انا كنت بذاكره من كتاب المحو. طب هتذاكروا ازاي بقى؟ احنا عندنا مواضع كتيره جدا، يعني انا مثلا فاكر في المواد العشره، بعد كده الهمزتان ملتقيتان في كلمه، بعد كده مش عارف ابدال الواو الف، وابدال الالف واو، وابدال الواو ياء، وابدال التاء طاء، يعني مواضيع كبيره جدا. المهم انت هتذاكرها ازاي؟ اول حاجه هتقرا الموضوع كويس، وبعد كده تلخصه انت بايدك في ورق خارجي. انا تقريبا يعني فاكر كنت ملخص منهج الصرف كله في حوالي 15 ورقه. ال 15 ورقه دول كان فيهم خلاصه الصرف كله، بحيث ان انا كنت بذاكرهم ما بحتاجش اي حاجه تانية. زي ما قلت لك الصرف تذاكره ازاي؟ هتجيب الموضع وتقراه وتشوف محترزات الموضع ازاي. يعني مثلا هتلاقي الموضع الاول بيقول لك ايه، طبعا انا مش متذكر قوي فراجع ورايا كويس. وقعت الواو او الياء الزائده متطرفه تطرفا حقيقا او حكميا تقلب همزه، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتجيب المثال، مثلا كلمه سماء اصلها سماو، الواو زائده ومتطرفه فتقلب همزه، تقوم انت واخد بمحترزات القاعده. يعني مثلا لو الواو او الياء وقعت اصليه يبقى ما تقلبش، لو وقعت مثلا مش متطرفه يبقى ما تقلبش، وهكذا. يعني ما تركزش قوي في الشرح اللي انا قلته، اهم حاجه تكون الفكره وصلت لك ازاي تذاكر الموضوع. يعني زي ما قلت لك كل موضع تلخصه يدوب في نص صفحه، هتلاقي الصرف في النهايه مصفي معاك على 15 او 20 صفحه، تقدر تقفل بيهم الامتحان كله. تاني المادتين دول اللي هم ماده النحو وماده الصرف، زي ما قلت لك افهم كويس قبل ما تحفظ، لان امتحانهم اساسا اللي هي امتحانات البوكلت الجديده دي ما بيجيش مثلا يقول لك اذكر كذا، رص لي كذا، عرف لي كذا، ما بيجيش كده. لا ده هتلاقيه جايب لك مثلا فقره ويقول لك اعرب واستخرج، هتلاقيه جايب لك اختياري. فزي ما قلت لك افهم كويس قبل ما تحفظ، ما تحفظهمش اكنهم قران، لا هم قواعد وبتطبق عليهم. 3 مادة البلاغة. البلاغة مادة كبيرة شوية، أهم حاجة في البلاغة إنك تحفظ أمثلة على كل موضوع. هتلاقي مثلا الاستعارة التصريحية تحفظ الأمثلة بتاعتها، الاستعارة المكنية تحفظ الأمثلة بتاعتها، الجناس، التطابق، كل الحاجات دي لازم تحفظ الأمثلة بتاعتها. وبرضه زي النحو والصرف هقول لك افهم كويس قبل ما تحفظ، لأن برضه امتحان البلاغة ما بيجيش رص كده، لا برضه بيجي فقرة ويقول لك استخرج استعارة مكنية أو تصريحية أو جناس، وما بيبقاش نفس الأمثلة اللي عندك في الكتاب. فزي ما قلت لك المواد العربية أهم حاجة تفهم كويس قبل ما تحفظ، لأنها كلها عبارة عن قواعد زي ما قلنا وبتطبق عليها. رقم 4 وآخر مادة في المواد العربية وهي مادة الأدب والنصوص. الحقيقة يا جماعة المادة دي يعني
رخمه جدا، يعني مش هكون ببالغ لو قلت انها ارخم ماده في الثانويه الازهريه، لانها ماده طويله جدا وعايزه حفظ كتير قوي. دي بالذات بقى مش هقول لك افهم فيها قبل ما تحفظ، لان ما فيهاش حاجه تتفهم اساسا، يعني هي كلها حاجات كده. يقول لك المدرسه الجاهليه، المدرسه الكلاسيكيه، المدرسه الحديثه. هتلاقي برضه عندك موضوع بيتكلم عن الامام محمد عبده، هتلاقي برضه حاجات عن المسرحيه والقصه والروايه. تنبيه يا جماعه، الماده دي بتخلي طلبه تشد في شعورها بسبب ان هم سابوها واجلوها لنهايه السنه. فانا عايز اقول لك الماده دي لازم تعملها زي القران كده، لازم تبدا تحفظها من اول السنه وتراجعها مره واثنين وثلاثه وعشرة كمان، لانها بتتنسي بسرعه جدا. طبعا هي الماده مقسمه لجزئين، ادب ونصوص. انا هنا بتكلم عن الادب. النصوص سهله جدا، احنا عندنا يا دوب 4 نصوص تقريبا مناثرين سهلين جدا. خلي بالك، مش معنى ان بقول لك ان الادب صعب جدا ورخم جدا، هو فعلا صعب ورخم، ولكن مش معنى كده انك تهتم بيه وتهمل النصوص. النصوص اساسا بيبقى عليها درجات اكتر من الادب، والنصوص اسهل بكتير من الادب. زي ما قلت لك الماده دي لازم تبدا فيها من بدري، اوعى تسيبها لاخر السنه هتبهدلك. اللهم بلغت اللهم فشل. وزي يا جماعه ننبه عن اهميه المواد العربيه والشرعيه. المواد العربيه والشرعيه لوحدهم عليهم تقريبا 56% من المجموع، يعني اكتر من نص المجموع. المواد دي عشان تجيب مجموع كويس لازم تقفلهم، وزي ما قلنا تقفيلهم مش صعب، تقفيلهم سهل. زي ما قلنا لازم تعملهم زي المواد العلميه، يعني تبدا بيهم من اول السنه، ما تسيبهمش لاخر السنه وتبقى طيرت نص المجموع من ايديك. فالمواد دي تاني بقول لك استوصي بها خيرا. ثالث واخر قسم عندنا في المواد وهي المواد العلميه. طبعا المواد العلميه عباره عن 5 مواد: الرياضه بفروعها، الكيمياء، الفيزياء، الاحياء، الانجليزي. كل ماده من دول عليها 60 درجه، والانجليزي عليه 40 درجه. اول ماده هنتكلم عنها وهي الرياضه. طبعا كما هو متعارف في الثانويه الازهريه ان امتحان الرياضه ما بيخرجش من كتاب المعهد، لكن انا بشوف ناس تقعد تقول احفظوا كتاب المعهد بالارقام بكده، ولكن يا جماعه بصراحه يعني انا بشمئز من الفكره دي تماما. يعني هل في حد يعرف يحفظ الرياضه بالارقام بالرموز بكل حاجه؟ انا مش فاهم ازاي يعني حد يحفظ الرياضه. ولكن يعني لو تعرف تحفظ اعمل كده، ما قلتلكش حاجه. ولكن انا يعني بيتهيألي انها صعب جدا، يكاد يكون مستحيل ان انا اقعد احفظ فوق ال1000 مساله. طبعا كتاب المعهد برضه يا جماعه مش صغير، كتاب المعهد كبير جدا، فهقعد احفظ كل المسائل دي بالارقام دي. فيا جماعه الرياضه ما بتتحفظش، الرياضه هي اكتر ماده هتستمتع فيها بالفهم، خصوصا ان احنا عندنا معظم المواد معتمده في المقام الاول على الحفظ. يعني الرياضه دي تعتبر ماده بترفع بيها عن نفسك، ماده ممتعه، ولما تحلها بتحس انك فاهم ومصحصح ورايق كده. طبعا الرياضه بتبقى عباره عن فرعين: رياضه بحته ورياضه تطبيقيه. بنمتحنهم على 4 ايام: يوم بنمتحن فيه التفاضل والتكامل، يوم تاني بنمتحن فيه الجبر والهندسه الفراغيه، يوم تالت بنمتحن فيه الاستاتيكا، يوم رابع بنمتحن فيه الديناميكا. طب انا افكر انك تذاكر الرياضه ازاي؟ والله هتذاكرها عادي جدا، هتفهم الدرس وتحل عليه، ولكن انا بقول لك حل الاول من كتاب المعاصر، مش بقول لك حل كل مسائل الكتاب المعاصر خالص، ملهاش لازمه، انت كده هتضيع وقت على الفاضي. لا، مسائل الكتاب المعاصر بتبقى مدرجه من الاسهل للاصعب للاصعب جدا، اللي هي المسائل بتاع مستويات التفكير العليا دي. انا بقول لك ما تقربش من المسائل دي، انا بقول لك حل بس المسائل السهله اللي في الاول، بعد كده المتوسطه، ما تعليش عن المتوسطه. انا بقول لك اهو ما تعليش عن المتوسطه الا لو لقيت على الصعب دي العلامه بتاع كتاب المعهد. لان احنا يا جماعه لو جينا حلينا من كتاب المعهد على طول، كتاب المعهد ما بيبقاش فيه التدرج اللي في كتاب المعاصر ده. هتلاقي مثلا اول مساله سهله، المساله هتلاقيها خدتك لفكره متقدمه جدا في الدرس، مش هتعرف اصلا تفهم الفكره دي غير لما تمر على الاسئله المتوسطه. فزي ما قلت لك كتاب المعاصر واخدها بالتدريج كده، هتلاقي سؤال سهل، بعده سؤال فيه تكه شويه، بعده سؤال متوسط، بعده سؤال كمان متوسط وفيه تكه، بعده سؤال صعب. فبياخدها معاك بالتدريج، بتفهم كويس بدل ما تروح تحفظ كتاب المعهد. وبصراحه انا بشمئز من الفكره دي، يعني مش متقبل فكره ان حد يحفظ الرياضه دي خالص يعني. ولكن لو تعرف تحفظ، انا بقول لك فعلا الامتحان ما بيخرجش من كتاب المعهد، لو تعرف تحفظه احفظه. طبعا نظام امتحان الرياضه اختلف في سنتنا شويه عن بقيه السنين اللي فاتت. طبعا هي كل الامتحانات تقريبا يعني نظامها اختلف بدايه من السنه بتاعتنا اللي هي سنه 2022 دي. نظام امتحان الرياضه قبل كده كان بيجي يعني شويه اختيار صغيرين جدا، وبعد كده الامتحان كله بيبقى عباره عن مسائل بالخطوات بتاعتها، كل خطوه بيبقى عليها جزء من الدرجه. لكن حاليا نظام الامتحان عباره عن 8 ام اس كيو او 8 يعني اختيار متعدد، و8 اكمل. طبعا الاكمل ده بيبقى محتاج فيها اهم حاجه الناتج النهائي، وبقى فيه بقى مسالتين دول اللي عليهم الخطوات كامله، لازم تكتب فيهم الخطوات كامله عشان تاخد الدرجه كامله. فزي ما قلنا لو عايز نصيحتي تذاكر الرياضه ازاي، قلت لك هتذاكرها من كتاب المعاصر عشان تتدرج في الاسئله وما تعليش عن الاسئله المتوسطه. مش عايزك توصل للاسئله الصعبه على مستويات التفكير العليا، لا، ده حاجات بتاع الثانويه العامه، الا لو لقيت عليها علامه كتاب المدرسه، طبعا دي لازم تحلها. لو عايز بقى تحفظ كتاب المعهد وعندك ذاكره فولاذيه وتقدر تحفظ الارقام والرموز وكل الحاجات دي، فبراحتك بقى انت واللي ترتاح فيه. تاني ماده عندنا في المواد العلميه وهي ماده الفيزياء. طبعا الفيزياء بتبقى متقسمه جزئين: جزء كهربيه وجزء حديث. الفيزياء الكهربيه بتبقى طويله وصعبه شويه عن الحديثه، ولكن هل معنى كده انك تهمل الحديثه؟ انا عايز اقول لك ان الحديثه عليها تقريبا نص الدرجات، يعني تقريبا 30 درجه بيبقوا كهربيه و30 درجه حديثه.
والحديثه اسهل بكتير جدا من الكهربيه واصغر منها، مش عايزك تهمل الحديثه ابدا. الفيزياء في الاول ممكن تكون صعبه عليك وتحس انها ماده معقده ومش مفهوم منها حاجه، ولكن صدقني يعني الصعوبه دي بس هتحس بيها شويه في الفصل الاول، ولكن لما تعدي في الفصل الثاني في الثالث في الرابع هتلاقيك اتعودت على مسائل الفيزياء دي، وهتكتشف في الاخر ان الفصل الاول ده يمكن اسهل الفصول كمان. ما تيأسش خالص من الفيزياء، ولكن مش معنى كده انها سهله، لا هي فعلا ماده رخمه شويه ومحتاجه منك في الاول مجهود شويه حبتين، ولكن لو يئست وركنتها هتقرفك ومش هتعرف تذاكرها خالص. اهم فصلين عندنا في الفيزياء كثانويه ازهريه هو الفصل الثالث كهربيه والفصل الاول في الحديثه اللي هو الفصل الخامس يعني في المنهج كله. مش معنى كده ان بقول لك اهمل بقيه الماده، لا طبعا الامتحان بيجي من الفصول كلها، ولكن انا بقول لك اغلب الامتحان بيجي من الفصلين دول، الفصل الثالث والفصل الخامس. طبعا الكلام ده عندنا في الثانويه الازهريه. في برضه بعض الحاجات كده لا يخلو منها اي امتحان ثانويه ازهريه في الفيزياء، زي مثلا اثبات القوانين. يعني بتوع الثانوي العام لا هم بيعرفوا القانون ويطبقوا عليه على طول، ولكن احنا في الثانويه الازهريه بيجي يقول لك ايه هو اثبات القانون ده. الكلام ده ما جاش على سنتنا، يعني كان بيجي في السنين اللي قبلنا، انا مش عارف هو لحد دلوقتي بيجي ولا ما بيجيش، ولكن يعني كان سؤال اساسي في السنين اللي قبلنا، فلو بيجي لازم تذاكر كل اثباتات القوانين اللي في المنهج. من الحاجات برضو اللي لا يخلو منها اي امتحان ثانويه ازهريه هي مسائل كيرشوف ومسائل الدوائر اللي هي في الفصل الثامن. عايزك تحل كل المسائل دي بكل افكارها، لان لا يخلو منها اي امتحان، لازم هيجيب لك مساله كيرشوف وممكن تبقى صعبه. جاب لنا في سنتنا كان سؤال تقيل شويه، واسئله الدوائر لازم تحل كل الافكار بتاعته. يبقى تلخيص اللي قلناه في الفيزياء رقم واحد زي ما قلنا انك ما تيأسش من اول فصل، لا ذاكر حتى لو مش فاهم اجزاء عديها، زي ما قلنا بالمذاكره المستمره هتلاقي الدنيا سهله معاك بعد كده. ثاني حاجه اهم فصلين تهتم بيهم هما الفصل الثالث والخامس. ثالث حاجه الحاجات اللي لا يخلو عنها اي امتحان ثانويه ازهريه هي اثباتات القوانين والمسائل بتاع كيرشوف والمسائل بتاع الدوائر اللي في الفصل الثاني. ثالث ماده عندنا في المواد العلميه وهي ماده الكيمياء. طبعا الكيمياء عباره عن 5 فصول، الفصل الاول اللي هو العناصر الانتقاليه والحديد، الفصل الثاني اللي هي الكيمياء التحليليه، الفصل الثالث الاتزان الكيميائي، الفصل الرابع الكيمياء الكهربيه، الفصل الخامس والاكبر على الاطلاق اللي هو الكيمياء العضويه. انا عايز اقول لك ان امتحان الثانويه الازهريه تقريبا نصه او يمكن اكثر من نصه بيبقوا من اخر فصلين اللي هم الكيمياء الكهربيه والكيمياء العضويه، فلازم تهتم بالفصلين دول. وبرضه مش معنى كده ان بقول لك تهمل الفصول الثانيه، الامتحان بيجي من كله، ولكن دول اهم فصلين الكهربيه والعضويه، وخصوصا العضويه الدروس الاخيره اللي محدش بيوصل لها دي مهمه جدا وبيجي كتير منها في الامتحان. من الحاجات اللي هيخلو منها امتحان كيمياء في الثانويه الازهريه المسائل، سواء كانت بتاع الكيمياء التحليليه او الاتزان او الكهربيه. وعلى فكره المسائل دي قبل سنتنا يعني قبل 2022 كانت بتبقى مسائل سهله جدا، يعني يا دوب تحط القانون وتطبق وخلاص. اما بدايه من سنتنا كده لا بقى بيلعب كتير جدا في مسائل الكيمياء، فعايزك تحل افكار كتير عن المسائل دي اللي هي في مسائل في الكيمياء التحليليه، وهتلاقي مسائل في الاتزان، وهتلاقي مسائل في الكهربيه. تاني حاجة المعادلات اللي هي كيف تحصل من على، مهمة جدا. هيجي سؤال كامل كده صفحة كاملة يجي يقول لك كيف تحصل من على. فخلاصة الكيمياء في الثانوية الأزهرية إنك تهتم جدا بالبابين دول اللي هو باب الكيمياء الكهربية وباب الكيمياء العضوية، وخصوصا الدروس الأخيرة والمسائل بتاع الثلاث فصول اللي في النص دول اللي هم التحليلية والاتزان الكيميائي والكيمياء الكهربية. والمعادلات مهمة جدا جدا جدا. رابع مادة عندنا في المواد العلمية وهي الأحياء. طبعا الأحياء هي تعتبر أسهل مادة في المواد العلمية، مادة جميلة جدا وأنا كنت بحبها جدا، يعني مش هتلاقي فيها مثلا تعقيدات كده زي الفيزياء والرياضة. طبعا هم حطوا عندكم دلوقتي جزء جيولوجيا، يعني الله يكون في عونكم، أنا ما أعرفش أي حاجة عن الجيولوجيا يعني. بالنسبة لامتحان الأحياء في الثانوية الأزهرية، أنا عايز أقول لك إن امتحان الأحياء في الثانوية الأزهرية قبل سنتنا كان بيجي أصعب امتحان في الثانوية الأزهرية. بص على امتحان الثانوية الأزهرية من 2021 وأنت نازل كده على 2020 و2019 هتلاقي امتحان الاحياء ده كان اصعب امتحان بيجي، يعني كان كله بيبقى اسئله مقاليه، وكانت بتبقى اسئله مقاليه يعني غير مباشره، كان بيبقى امتحان صعب جدا الحقيقه. ولكن بدايه من 2022 لحد دلوقتي يعني المستشار اتغير وبقت الاسئله بتبقى جميله جدا، ومعظم الاسئله بتبقى اختيار من متعدد. 30 سؤال يعني في امتحاننا كان جاي اختيار من متعدد، وباقي الاسئله كان فيه مصطلح واستخرج واسئله بسيطه جدا وسهله جدا. فانت ما انتش مضطر انك تقعد تحفظ كل كلمه في الاحياء زي زمان كده، لا طبعا لازم تتدرب على اسئله الاختيار متعدد. ولكن بنفس الوقت مش عايزك تقلب الليفل قوي وتروح لمستوى امتحان ثانويه عامه، لا طبعا انت عندك مواد كتير زي ما قلت لك اتدرب على اسئله الاختيار متعدد، ولكن في مصادر بتبقى خاصه بالازهر هقول لك عليها في نهايه الفيديو. بالنسبه للحاجات اللي لا يخلو منها اي امتحان احياء في الثانويه الازهريه هي الرسومات، لازم يجي لك رسمتين وكل رسمه بيبقى عليها تقريبا 3 او 4 درجات، فمهمه جدا جدا الرسومات. كل رسمه في المنهج متوقع انها تجي لك في الامتحان، فمن بدايه السنه كده وانت بتذاكر الاحياء اي رسمه تقابلك لازم تتدرب عليها كويس وترسمها مره واثنين وثلاثه، لان زي ما قلنا الرسومات عليها 6 او 8 درجات بيبقوا مضمونين في الامتحان. خامس ماده واخر ماده عندنا وهي ماده الانجليزي.
طبعا الانجليزي ده عباره عن لغه، فهي ماده تراكميه. نظام امتحان الانجليزي عندنا في الثانويه الازهريه بيختلف 180 درجه عن الامتحان في الثانويه العامه. انت لو بتروح درس انجليزي لازم تروح عند مجموعه خاصه بالازهر، يعني المدرس يبقى عامل لكم مجموعه خاصه لوحدكم، لان الانجليزي بتاعكم غير انجليزي الثانويه العامه تماما. انتوا بيبقوا عندكم نفس المنهج اللي هو الكتاب اللي بينزل ده، وبقى نفس المنهج ثانويه عامه وثانويه ازهريه، ولكن في فرق. الثانويه العامه بيجي لهم تقريبا 100% الامتحان بتاعهم من الكتاب ده، وطبعا بيبقى تراكمي اكيد، ولكن الكتاب ده بالنسبه لهم هو المصدر الاهم. اما احنا مثلا كتاب المعاصر ده يعني يلزمنا يدوب في 10 درجات بس، يبقوا 5 درجات على الكلمات وخمس درجات على القواعد. يعني باقي الامتحان مثلا هتلاقي عندنا القصه، هتلاقي عندنا قطعه، هتلاقي عندنا محادثات، هتلاقي عندنا ترجمه من عربي الانجليزي ومن انجليزي العربي، هتلاقي عندنا باراجراف. هم ما عندهمش الحاجات دي، النظام مختلف تماما. زي ما قلنا امتحان الانجليزي عندنا في الثانويه الازهريه بيبقى منقسم على 7 حاجات. رقم 1 الكلمات، رقم 2 القواعد. دول هتذاكر لهم منين؟ هتذاكر لهم من كتاب المعاصر، ولكن مش عايزك تدي القواعد ده اهتمام كبير قوي. طبعا هي عليها 5 درجات، لها اهتمام ماشي، ولكن اهتمام مناسب لحجم الدرجات. لازم يبقى فيه توازن، لانها صعبه وهتستهلك منك مجهود كبير على الفاضي. ومش معنى كده اني بقول لك ما تذاكرهاش، لا، انا بقول لك اديها المجهود المناسب لدرجاتها. طبعا الكلمات لازم تديها مجهود كويس، لان طبعا عشان تعرف تحل القطع والترجمه لازم يبقى عندك حصيله لغويه كويسه. رقم 3 اللي هو سؤال المحادثه. طبعا عشان تحل سؤال المحادثه كويس لازم تحل محادثات كتير. المحادثات الكتير ده هتجيبها منين؟ من كتاب المرشد. لازم تجيب كتاب المرشد، هتلاقيه على النت او تشتريه من اي مكتبه عندك. المهم لازم تحل محادثات كتير وتتدرب كتير عشان تعرف سؤال المحادثه اللي هيجي لك في الامتحان. رابع حاجه طبعا القصه، ودي بتحفظها وباذن الله بتبقى سهله جدا. اهم حاجه في القصه انك تكون فاهم الاحداث بالعربي فتعرف تترجمها بالانجليزي، فخليك عارف سياق القصه او ملخص القصه كده في دماغك، وممكن تشوف لها فيلم ولا حاجه على اليوتيوب. رقم 5 طبعا الترجمه، وبيبقى عليها سؤالين، ترجمه من انجليزي لعربي وترجمه من عربي لانجليزي. طبعا الترجمه من انجليزي لعربي بتبقى سهله جدا، من عربي لانجليزي بتبقى رخمه شويه، ولكن برضه لازم تتدرب عليها وتحل ترجمه كتير، وبرضه هتلاقيها في كتاب المرشد. رقم 6 طبعا القطعه. طبعا القطعه لازم تحل اسئله كتير. القطعه عايز اقول لك ان هو اهم سؤال في الامتحان وبيبقى عليه درجات كتيره جدا، فعشان تعرف تحل القطعه كويس لازم تقرا قطع كتير وتحل قطع كتير، ويبقى عندك حصيله لغويه كويسه عشان تعرف تحل سؤال القطعه. اخر حاجه هو الباراجراف. طبعا اوعى تحفظ باراجرافات، اوعى حد يقول لك ده 20 باراجراف مش هيطلع منهم الامتحان، مفيش الكلام ده. انا كل اللي عايزه في الباراجراف انك تعرف الهيئه بتاعته، بيبقى له مقدمه وله خاتمه، والحاجات دي مدرس الانجليزي بتاعك هيعرفها لك. عايزك تكتب الباراجراف بنفس النسق ده وتنظم خطك كويس، وصدقني والله هيقفلوا لك. اهم حاجه بس ان خطك يكون كويس جدا والفقرات تبقى منسقه. بالنسبه للكتب طبعا فاحنا عندنا في المواد الشرعيه والعربيه كتاب الامام وكتاب المرشد. طبعا الاثنين نفس المحتوى ولكن بيختلفوا في التنسيق، فذاكر في الكتاب اللي انت كنت بترتاح في المذاكره منه في السنين السبع. دي بقى المواد العلميه. اول ماده اللي هي الرياضه. طبعا الرياضه زي ما قلنا هتذاكر من كتاب المعهد، هو ده المصدر الاساسي والامتحان ما بيخرجش منه، ولكن كتاب المعهد الحقيقه لو جيت تحل منه هتلاقيه معقد جدا، فالافضل انك تحل من كتاب المكتب ويبقى فيه نفس المسائل ويبقى منظم اكتر. بالنسبه للكيمياء والاحياء فانت طبعا هتذاكرهم من كتاب الامتحان. اما بالنسبه للحل ما تقربش خالص من كتاب الامتحان، لان كتاب الامتحان بيبقى فيه مستويات عاليه جدا، دي بتبقى خاصه بالثانويه العامه. بالنسبه للكيمياء هتحل منين؟ في كتاب جميل جدا كان اسمه كتاب الطيب، ده كتاب خاص بالثانويه الازهريه، هتحل منه في اسئله مناسبه جدا للثانويه الازهريه. اما بالنسبه للاحياء فانا كنت بحل من كتاب الامتحان اللي هو ثانويه عامه نظام قديم، فلو معاك دلوقتي هيبقى مصدر مناسب وجميل جدا انك تحل منه. لو مش معاك كان في كتاب كده كان اسمه الذهبي، ده برضه كان خاص بالثانويه الازهريه، ممكن تجيبه وتحل منه. بالنسبه للفيزياء انا كنت بذاكر من مذكره المدرس اللي بروح عنده، وبرضه كان عامل لنا مذكره حل كنت بحل منها. فلو المدرس بتاعك مش عامل لك مذكره سواء للمذاكره او للحل، ففي كتاب جميل جدا اسمه الوافي، الكتاب ده مناسب جدا للثانويه الازهريه في الفيزياء. بالنسبه للانجليزي فنقطه الكلمات والقواعد طبعا هتحلهم من كتاب المعاصر. اما بالنسبه للقطعه والترجمه والقصه والباراجراف والمحادثات كل دي سكيلز او مهارات انت بتكتسبها من كتر التدريب، وطبعا هتلاقي الاسئله دي تتدرب عليها في كتاب المعاصر. بالنسبه لنقطه المدرسين تسمع مين على اليوتيوب؟ بالنسبه للمواد الشرعيه انا ما كنتش بسمع حد، انا كنت بروح درس اوفلاين على الارض يعني. وانا الحقيقه بنصحك انك تاخد درس في المواد الشرعيه، مش لصعوبه المواد الشرعيه، المواد الشرعيه سهله جدا وتقدر تذاكرها وتفهمها وتحفظها لوحدك، باستثناء بس الفقه والمواريث دول بيبقوا محتاجين مدرس طبعا يشرح. ولكن انا بقول لك خد درس في المواد الشرعيه عشان المتابعه وعشان ما تهملش المواد دي، وزي ما قلنا المواد دي مهمه جدا جدا وسهل تقفيلها وعليها قدر كبير جدا اللي هو تلت المجموع. فانا عشان كده كنت بروح عند مدرس المواد دي عشان المتابعه كل حصه، عشان ما نهملش المواد دي وننساها. بالنسبه للمواد العربيه فانا كنت بروح عند مدرس برضه اوفلاين على الارض، وكان مدرس جميل جدا يعني ربنا يكرمه. وكان في قناه برضه بتابعها على اليوتيوب كده كان اسمها قناه الدكتور للمواد العربيه، دي قناه خاصه بالمواد العربيه بتاع الثانويه الازهريه، كانت برضه قناه جميله جدا وعليها حاجات كويسه جدا. بالنسبه للماده العلميه اول حاجه اللي هي ماده الرياضه. طبعا ماده الرياضه في مستر اسمه سعد عبد الموجود، ده لازم تسمعه خاصه في ليالي الامتحان، الاسئله اللي بيجيبها في ليالي الامتحان غالبا الامتحان ما بيخرجش عنه. بالنسبه للفيزياء فانا انصحك بالاستاذ محمود مجدي. طبعا كان في برضه الاستاذ محمد عبد المعبود، ولكن الحقيقه الاستاذ محمد عبد المعبود يعني
بيشرح مسائل بتبقى مستويات عاليه جدا، بتبقى خاصه بالثانويه العامه اكتر. فالاستاذ محمود مجدي هيبقى مناسب جدا للثانويه الازهريه. بالنسبه للكيمياء فطبعا كنت بسمع استاذ خالد صقر ممتاز جدا. بالنسبه للاحياء في محمد ايمن واحمد الجوهري، الاثنين ممتازين جدا، كنت بسمعهم الاثنين. بالنسبه للانجليزي الحقيقه ما كانش في حد على سنتي بيشرح تقريبا انجليزي على اليوتيوب. طبعا دلوقتي ممكن تلاقي 1000 واحد بيشرحوا، فدور انت وشوف. في نقطة مهمة جدا لازم انبه عليها، وهي نقطة التوازن بين المواد. أهم حاجة في الثانوية الأزهرية هي التوازن بين المواد. يا فرحتي مثلا إنك مقفل في الفيزياء والرياضة وناقص في مادة زي الحديث أو التوحيد، أنت كده ما عملتش حاجة خالص. يعني مادة الحديث أو التوحيد أنت ممكن تقفلهم بخمس المجهود اللي أنت ممكن تحطه في الرياضة أو في الفيزياء. أنا كان ليا زميل مهتم جدا بالمواد العلمية وما بذاكرش غيرها. طب أقول له يا ابني ما تذاكر العربي والشرعي، يقول لي يا عم ده مواد سهلة سيبها في النهاية. هي فعلا مواد سهلة، ولكن لو سبتها في النهاية هتعورك جامد، لأن في برضه فيها مواد رخمة مثلا زي الفقه وزي الادب. دي مواد هتزعلك جامد لو سبتها في الاخر. فزي ما قلت لك العرب والشرع عليهم اكتر من نص المجموع، عليهم 57% من المجموع، فهتسيب ال 57% المضمونين وتمسك ال 43%. طبعا انا مش بقول لك ايه من المواد العلميه، انا بقول لك خلي عندك توازن ما بين المواد الشرعيه والمواد العربيه والمواد العلميه. بالنسبه لنقطه تنظيم الوقت، ازاي نذاكر في الثانويه الازهريه مع المواد الكتير قوي دي؟ الحقيقه انا كنت بقسم اليوم ثلاث تلات، تلت عربي وتلت شرعي وتلت ماده علميه. في ناس ممكن ما تعرفش تذاكر بالطريقه دي وتتشتت، ما يعرفوش يذاكروا مثلا علمي وعربي وشرعي في نفس اليوم. في الحاله دي هتذاكر يوم عربي ويوم شرعي ويوم علمي، ولكن اهم حاجه اوعى تعمل الشرعي والعربي وتقول هسيبهم في الاخر. وبالنسبه لنقطه الدروس، ما تروحش دروس كتير، بلاش تروح في ماده واحده عند اكتر من مدرس. انت عندك دلوقتي اليوتيوب بقى عليه كل حاجه في كل المواد، اي حاجه هتلاقيها على اليوتيوب. فبلاش تروح اكثر من درس في ماده واحده اوفلاين على الارض. يعني في النهايه برضه مش عايزك تقارن نفسك بصاحبك اللي في ثانويه عامه. انت عندك مواد وهو عنده مواد، انت بيجي لك اسئله وهو بيجي له اسئله ثانيه خالص. هتلاقي كتير من صحابك في ثانويه عامه بيقولوا لك انتوا عندكم المواد كلها حفظ واسئلتكم سهله، ولكن لو فضلت تجادله من هنا للسنه الجايه مش هيقتنع برضه. هو برضه هيفضل شايف نفس النظره السطحيه دي، ان انت واحد حفيظ والحفظ ده نقيض للفهم، ولكن الحقيقه هو الحفظ بيبقى مكمل للفهم مش نقيض له. فبلاش تضيع وقتك في مجادلات فاضيه لا هتودي ولا هتجيب، وخليك مركز مع نفسك. وفي النهايه عايز اقول لك ان اللي عايز ينجح بينجح تحت اي نظام، واللي مش عايز بيفضل يدور على اعذار لفشله. فشدوا حيلكم، ربنا يوفقكم، ودمتم في امان الله.